السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا سيدة، والنهاردة إن شاء الله هنراجع على الألجبرا كاملة. ودي الحاجات اللي أنا هعرضها لكم دلوقتي. دي الحاجات دي بتبقى أساسية، يعني الحاجات دي أنت لازم تبقى عارفها وداخل بيها الامتحان، فاهمها وعارفها. أوكي، نخش كده على بارت 1 وبيقول لك هنا السم اوف تو روتس. أنا بقى كده أهو، وأقول له السم اوف تو روتس. ازاي اجيب السم بتاع التو روتس؟ انا عندي بيبقى معايا ايكويشن اهو، ايكويشن، وبجيب السم نيجاتيف بي اوفر بي اوفر اي. نيجاتيف بي اوفر اي، الاي كده كده ثابته تحت، انا بغير على حسب عايز البرودكت وعايز السم. يعني انا مثلا عايز البرودكت بعمل سي، عايز السم بكتب نيجاتيف بي. تمام، ادي اول حته كده. تعال نخش على اللي بعديها، بيقول لك تو روتس ار ال ام. انا ممكن اجيب برضو السم والبرودكت بس عن طريق التو روتس. يعني مثلا هو قال لي اذا تو روتس مثلا 5 و3، هات لي البرودكت هات لي السم. اول ما يقول لي هات لي البرودكت هات لي السم ومعايا تو روتس، لا ثانيه واحده بقى كده، هقول له ذا سم ال بلس ام وذا برودكت ال ام. سهله وما فيهاش اي حاجه. ازاي اكتب ايكويشن؟ قال لك ازاي تكتب ايكويشن. انت عندك اكس بار 2 ماينس السم اكس، سم اكس بلس البرودكت ايكوال 0. ادي يا عم البتاع، انت بتبدا الاول بنيجاتيف السم وبعد كده البرودكت في الاخر. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. تعال نشوف التركايه دي. بيقول لك ايه بقى؟ ان انا عندي 2 ال تايمز 2 ام، يعني 2 ال تايمز 2 ام. دي انا اجيبها ازاي؟ قالك انت هتضرب دي في دي وتحط يعني دلوقتي هعمل 4، هنزل 4 2 تايمز 2 4، وهنزل ال بلس تايمز الام هنا. تمام كده، سهله وما فيهاش اي حاجه. طب لو مديك بقى ايه كله ديفايدد، فكله هيروح ببعض يدينا 1. كله هيروح مع بعضه يدينا ايه؟ يدينا 1. طيب في برضو هنا حته، ان انا لو معايا ال ام بلس 2 ام ايكوال، بص بقى انت هتعمل ايه؟ هتعمل دي كومان فاكتور، هتاخد ال2 كومان فاكتور وتقوم طالع ال بلس الام وتقوم حاططهم كده في براكت ومنزلها كومان فاكتور، يعني ال2 دي كومان فاكتور وبتحط الاساس اللي هو ال بلس ام. نيجي للي تحت. الحاجات دي اشكال ممكن يجي لك يعني مثلا ما يجيبلهاش صريحه. احنا بنقول ليه الحته دي؟ لان هنا لو هيجيبهم لك مش هيجيبهم لك صراح كده، لا، هيجيب لك فيهم لعب شويه. طيب نيجي هنا، ال باور 2 تايمز الام بلس ال ام باور 2. في الحاله دي اعمل ايه؟ اخد كومان فاكتور. هاخد كومان فاكتور ازاي؟ هاخد ال احطها تحت، يبقى انا معايا هنا ال واحده، واخد ام واحده انزل، يبقى انا فوق كده معايا ال وام كومان فاكتور، وخدنا التانيين اللي اتبقوا. يعني انا هنا معايا ادي 3 ال و3 ام، خدت واحده وادي واحده وادي الاثنين الباقيين. تمام، وباخد هنا كومان فاكتور. انت الاساس في البلس، يعني احنا لو لاحظنا بقى هنا معلومه حلوه، الاساس في البلس اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى ان احنا بناخد كومان فاكتور. اما في التايمز بيودي يا باشا، والديفايدد بيودي ونخلص. طيب تعالى للمعلومه المهمه دي. لو لو اف ال والام ار روتس ايكويشن كذا ايكوال 0، اللي هو x باور 2 ماينس x بلس 5، رايت الايكويشن ذات الروت ال باور 2 طب m باور 2. طيب يعني مثلا هناخد مثال، ال L بلس 2 وال M بلس 2 ليها قانون، وال L بلس 2 دي قانون ورقة المفاهيم. دي ورقة المفاهيم اللي بيدوها لحضرتك ساعة اللجنة. يعني هو دلوقتي في ورقة مفاهيم المفروض انت بتروح تطبعها، هي بيبقى فيها ال L باور 2 وازاي اجيبها ومش عارف ايه والحاجات الجميلة دي. طيب نيجي برضو كده، احنا خلصنا كده ايه اول جزء عندنا. نكمل. بيقول لك بقى ايه؟ لو عندي اي بيساوي، هنسيبها زي ما هي، اي باور 3 نيجاتيف اي. طب اي باور 3 يعني اي، بعد كده احنا نقلنا على 3 على طول. تعالى نيجاتيف نيجاتيف اي باور 2 دي حضرتك انت بتخليها من نيجاتيف 1. طب الاي باور 4 حضرتك لا هنا كده بتخليها 1. يبقى تاني احنا عندنا 4 حاجات اساسيه. اول حاجه لو عندي اي بسيبها زي ما هي. طب لو عندي اي باور 4 بسيبها بخليها ب1، دي كده اسهل حاجه. طب نيجي لاي باور 2. طب الاي باور 2 بتعمل ايه؟ قالك بنزلها نيجاتيف 1، بنزلها نيجاتيف 1. انت ممكن تفتكرها الحته دي بايه؟ ان عن طريق، او ممكن تيجي بالاله، يعني هي كده كده، يعني احنا ممكن بالاله نجيبها، ولكن احنا بنحفظها هي عشان سريع يعني في الامتحان. قالك if number power greater than 4، لو الباور بقى اكبر من 4 بنعمل ايه؟ قال لحضرتك احنا بنعمل حركه حلوه جدا. ايه هي بقى الحركه؟ ان انا بعمل لو الرقم بقى بوزيتيف، اللي هو الباور ده بوزيتيف، ثانيه واحده، انا بعمل نيجاتيف
4 نيجاتيف 8 نيجاتيف 12 نيجاتيف 16 الى بقى ايه، الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه تايمز 4، الى ما لا نهايه من تايمز 4. طيب لو عندي الرقم اللي فوق بوزيتيف فبعمله نيجاتيف، لو نيجاتيف بعمله بوزيتيف. تمام. لا الانات اي ان بشيلها، اي ان بشيلها. طيب طبعا انا لو عندي براكت زي كده دي اهم النوتس، خلي بالكوا دي نوتس يعني دي اساسيه يعتبر عندك في الكتاب وفي المنهج. طيب لو عندي 1 من فوق والاي من تحت باور حاجه، طبعا هشيلها كده عشان اخليها لوحدها فبالنيجاتيف، فعندي طبعا لو كونجرانت العلامه هنغير علامه الاي بس، لو اديتيف انفرس هنغير علامات كلها. في بوينت كده بس مهمه، دي كده بوينت مهمه جدا. هنا بيقول لك ايه 4i بلس i باور 2. اول ما اشوف حاجه زي كده المفروض يا باشا اصلح، انا المفروض اول خطوه اصلح الشكل. طب احنا قلنا الاي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى اصلح. يبقى اذا انا عندي 4i بلس نيجاتيف ايه 1، هصلح الشكل يبقى 4i نيجاتيف 1. طيب هو بيقول لي فايند الكونجرانت، هل انا لما اصلح الشكل كده يبقى انا خلصت؟ لا انا ما خلصتش. مين قالك ان انا خلصت؟ لا سوري، ده احنا ما كناش باينين في الكاميرا. ماشي، يبقى انا سوري معلش. يبقى انا في هنا معلومه مهمه، ان انا بعد ما اصلح لازم اكمل الخطوات، ما اصلحش وبعد كده يحسب لي نص الدرجه مثلا او نص السؤال عندي في بتاع. نيجي بقى لتاني ورقه، اخر ورقه اهي معانا، دي كده الالجبرا كلها في الورقتين دول. نيجي بقى لبارت 3 ومعايا ايكويشن، قال لك ذا تو روتس ايكوال سوليوشن سيت. يعني دي معلومه بس كده ايه اساسيه لازم نكون عارفينها، دي من اول منهج عرفناها اصلا، ان لازم التو روتس يبقى هم السوليوشن سيت. والسوليوشن سيت بتعمل ميك ات باي كالكوليشن اللي هي مود 5 3. تمام. التايب اوف ايكويشن عندي 3 تايب اوف ايكويشن. قال لك لو فايند الديسكريمنت، تمام كده، يبقى احنا بنفايند الديسكريمنت وبعمل ايه بقى هو الديسكريمنت ده؟ قال لك اللي هو بي باور 2 ماينس 4 اي سي، بي باور 2 ماينس 4 اي سي. تمام كده حضرتك؟ تمام. لو الايكويشن اللي طلع ده اكبر من ال1، اكبر من الزيرو يعني بوزيتيف، ولو اقل من الزيرو بيبقى حاجه اللي هو نيجاتيف، ولو ايكوال الزيرو بيبقى حاجه. طب لو ايكوال الزيرو يبقى ايكوال وريل، شكرا. طب لو اكبر من الزيرو اللي هو بوزيتيف ديفرنت وريل. طيب لو كومبلكس ونوت ريل يبقى في الحاله دي يبقى نيجاتيف. سهله سهله. قال لك ولكن عندي حاجه يعني هي يعني ايه، هي ممكن تبقى صعبه شويه. هي بقى هي بس هي اساسيه طبعا لازم تبقى معانا في الامتحان. ايه هي؟ ان انا ممكن في اللي هي different وريل اضيف rational او unrational. طب انا اضيف امتى الراشونال؟ لو الرقم اللي طلع بيرفكت سكوير. طب يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني انا مثلا لو جبت الاله كده، لو جبت الاله كده وكتبت مثلا روت 4، ده كده بص اهو، ده كده بيرفكت سكوير. يعني ايه؟ يعني طلع لي لما عملت له روت طلع لي رقم صحيح. طب ثانيه واحده كده، لو انا بقى عملت مثلا روت 5 مثلا، هل ده كده رقم صحيح؟ لا مش رقم صحيح، شكرا. يبقى كده يبقى كده انا مش يعني انا كده الفور دي راشونال بالنسبه لي، راشونال او راشونال. طيب يبقى انا لازم اضيف يا راشونال يا راشونال ادام طلع بيرفكت سكوير. طب امتى اضيف راشونال وامتى ما اضيفش راشونال؟ قال لك تضيف راشونال لو A B و C الاعضاء الاساسيين بتوعك اللي هي في الايكويشن فوق بيكونوا نورمال. يعني يعني ايه نورمال نمبر؟ يكونوا نورمال نمبر. يعني ايه نورمال نمبر؟ يعني مسكنا الاله دلوقتي، الايكويشن بتاعتي طبعا احنا عارفين ان احنا بندوس مود 5 3 اهو، الاي مثلا بتاعتي ب 1 ايكوال، ومثلا ال 8 والبي مثلا ب 8 مثلا اي رقم، والسي 4 انا عندي كل صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. يبقى اذا حضرتك انا عندي ده ديفرنت وريل وكمان راشونال. طيب امتى بقول يعني اقول عليهم irrational؟ لو عندي مثلا A بروت 5 وعندي مثلا B ب 8 وعندي C مثلا بروت 9 اي. ما هو بص انت دلوقتي الirrational سيبك من اللي طلع في الآلة، اللي ما فيهوش ده زي ما كاتب هنا، اللي ما فيهوش الشكل ده. طيب
برضه عشان لو جيب لك رسومات عشان نكون مأكدين ومخلصين كل حاجة. لو جيب لك رسومات بص، لو قطع الاكس اكسس مرتين ديفرنت وريل، معنى كده ان هو بوزيتيف، معنى كده ان هو بوزيتيف، معنى كده ان هو اكبر من الزيرو. طيب لو قطع مره واحده يبقى ايكوال وريل اللي هو بزيرو يعني. طب ما قطعش ولا مره يبقى كومبلكس ونوت ريل اللي هي النيجاتيف. اخر حته عندنا في البتاع كله بيقول لي one of the two roots additive inverse للتاني، ودي حاجه حفظ خلي في بالك، يعني دي حاجه حفظ. سو عشان كده بقى ايه السم هيبقى بزيرو. تمام كده تمام. طيب نكمل هنا بيقول لك هنا if one of the product يعني multiplicative inverse للتاني فاذا البرودكت ب1. وبكده يكون احنا خلصنا المراجعه في الجبرا، ومنزلين لكم برضو مراجعه في الجيومتري والتريج. يبقى احنا كده ضمننا الماس. طب انت تقدر تعمل ايه؟ انت تروح تحل بقى، نحل بقى ونعتمد على الحل والحاجات دي كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.